كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله في احسن الظروف والاحوال. اليوم جيتكم بفطيره او مليويات معمرين على هاد الطريقه اللي هما كيتصاوبوا او كياخذوا الشكل نتاع المصفات. نتمنى ان شاء الله هاد الفطائر يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم في طبيعه الحال. ندوزو الى المقادير بلا ما نطول عليكم. دابا لي المقادير. وفي نفس الوقت يعني نحضر هاد العجينه ديالي اللي غنعمرها بالحشوه ان شاء الله. عندي هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، اللي كيعادلوا كؤوس العنبه 4، وغنزيد عليهم كاس ديال الفينو. كتجي زوينه هاد العجينه وكتجي خفيفه، وشويه د الملحه بطبيعه الحال ضروري، والخميره اللي فزقتها بشويه د الماء. الخميره ديال العجينه بطبيعه الحال اللي كنعجنوا بها هي اللي درت. وعندي هنا 4 كاس ديال الزيت حتى هو غنضيفو. يعني كما كتشوفوا المقادير بساطين وساهلين، وكتجي واحد الفطيره رائعه. صافي دابا غنحاول نجمع هاد العجينه ديالي غير بشويه بشويه وندمجها، وشويه ديال الماء دافي هو باش غادي نخلط العجينه ديالي او الفطيره ديالي حتى تندمج ليا وتولي يعني العجينه كيف ما كنعجنوا دائما الملوي او الفطائر، شويه بشويه. صافي نستمر انا هكذا حتى نجمع عفوا العجينه ديالي ونلتقي فيما بعد. يعني هاد الفطيره راه ممكن في اخر لحظه يعني طيح لك في بالك تبغي تحضريها، غادي تحضريها دغيا دغيا وتدخليها للفرن وهانتي حصلتي على فطيره رائعه وديال الدار. طبعا نكمل انا هاد جميع ديال العجينه ونلتقي بعد ما جمعت العجينه ديالي. كما كتشوفوا ها نتوما شويه مرخوفه، غادي ما كتحتاجش شي دليكه البنات بزاف وداكشي الا مجرد تجمعيها. غنضيف لها دابا شويه الزيت من الفوق باش ما تلتصق لياش ونخليها تخمر. غادي نضغط عليها بهذه الطريقه باش نخويها من الهواء باش تختمر ليا دغيا ان شاء الله. في مقلاس درت شويه ديال الزيت ودرت البصله، وغادي نخليها حتى يعني تنزل ليا هاد البصله مزيان. عاد غادي نضيف المكونات اللي عندي. انا ما غاديش نفرض عليكم شنو غديروا في الحشوه، لان اي حاجه عندكم ممكن تستعملوها اللي في البيت كيف ما درت انا في هاد الوصفه. يعني اي حاجه موجوده عندي في البيت استعملتها. البصله ديالي شويه ضفت لها الكرنب. انا الكرنب كنستعملوه بزاف في الوصفات الا لاحظتوا، خصوصا الفطائر والملوي كنعمر به لان كيعجبني ولانه صحي. هذه مناسبه باش نتوما تستعملوه ان شاء الله. صافي دابا غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا ونخليهم حتى يهبطوا ان شاء الله. زيد العطريه باش ما تحرقليش، خليتها تهبطات ليا شويه ديال تهبطات ليا المقادير. عندي هنا في العطريه شويه ديال السكينجبير، شويه الخرقوم، وشويه ديال الملحه، وشويه ديال الشونيه بطبيعه الحال والسودانيه. وغنضيف واحد المعلقه ديال نحرك بعدا، نحرك المقادير باش ما يتحرقوليش. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الهريسه لان كيعجبني المذاق ديالها، خصوصا انني دايره ليه زايده معاه الزعتر وشويه زيت البلديه، كيعطي واحد الطعم اللي هو غزال وبنين في نفس الوقت. نبقى ساعه نحرك باش ما تحرقلياش هاد المكونات. ومعلقه نتاع الهريسه كيف ما قلت لكم. ودابا غادي نحرك كل شيء حتى تندمج لي العناصر، ونعاود نغطيها ونخليها طيب بخاطرها كيف ما قلت لكم. وغنعاودها يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي ملتزمين بها، خصكم اللي ديروا في الحشوه اي حاجه عندكم في البيت ممكن يعني تخدموها لهاد الحشوه. صافي دابا غادي نغطي هاد الحشوه ديالي ونخليها باش تنزل ان شاء الله.
بعد ما اندمجت لي العناصر نتاع الكرومب والبصله ونزلوا، يعني نزلوا ما بقاوش خضر وتنسموا بالعطريه اللي درت. دابا ضفت بواط ديال السردين اللي كنموت عليه، وديما كما لاحظتوا كنديروه في الحشوات نتاع الفطائر والملوي ديالي. هو وضفت ايضا الزيتون مقطع دوائر. انا طبيعه الحال طفيت على النار صافي دابا، لان هادو اصلا طايبين الحوت لا الزيتون جاهزين. صافي دابا غنحاول غير ندمج هاد العناصر ونخلط باش ما يبقى لياش الحوت طراف كبار. صافي ونديرو في شي اناء ونخليه يبرد. والان صبيت هاد الحشوه ديالي في هاد الغطير باش تبرد ان شاء الله، باش ما تقطعليش العجين ديالي فاش نكون غنعمر هاد المسيمنات. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الملويات او الفطائر اللي معمره. الا عجبتكم بطبيعه الحال، وما تنساونيش باللايك واشتراك، ومرحبا بالناس الجدادين اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي. فعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد ديالي. وشكرا لكم. وندوزو نشوف فين وصلت ليا العجينه. مرات ليا العجينه ديالي، شوفوا طلعت تبارك الله. يعني دابا غادي نحاول ندهن يديا، غادي نحاول نخويها طبيعه الحال من داك الهواء بهذا الشكل. صافي وغنشكلها كريات. من بعد ما خويت هاد العجين ديالي من الهواء، غندهن الايادي ديالي بشويه الزيت ونحاول نشكل كريات. هاد العجين كريات. غندهن سطح العمل بطبيعه الحال باش ما يبقاش يلتصق ليا العجين، ونبيضو على حسب الكريات اللي انا حابه، واش صغار واش كبار. انا غنديرهم متوسطين. وكل مره غتبقاو تدهنوا يديكم باش تضمنوا ما غاديش يلتصقوا هاد الكريات باليدي ديالكم. ها نتوما فاش كدهنوا ما كتلتصق حتى شي حاجه. هكذا غنستمر. يعني كيجيو هاد الفطائر زوينين، ممكن تعتمدوهم كعشاء خفيف، عشاء العشاء خفيف كيجي زوين ومغذي ايضا، لان نتوما شفتوا فيه الكرومب، فيه الزيتون، فيه الحوت، فيه البصله، يعني مقادير زوينه. نستمر انا هكذا حتى الاخير ونلتقي فيما بعد. بعد ما دهنت الصفيحه ديالي بشويه الزيت، كما تشوفوا انا دائما كنستعمل هذا الصفيحه لانها ثقيله، والحاجه اللي ثقيله راكم عارفين كيجي بها لا الفطائر ولا الحلوه ولا اي حاجه كتجي غزاله. والان الكل يعني على ما اظن كيتوفر على هاد الصفايات هكذايا، هما باش غندير الفطائر ديالي، يعني موجودين حتى في الاسواق. غنحاول ندهنها شويه هكذايا باش ما تلصق لياش العجين فيها، كما كتشوفوا غير بهذه الطريقه. طريقه اخرى معتمده كنحاول نطلق الكريصه ديالي كما تشوفوا. انا هكا الطريقه اللي كندير الصراحه، ما كنديرهاش مباشره في هذيك، كنحاول نقرصها مزيان على برا وندهن لها هذا الوجه اللي غيكون ملتصق بهاد، يعني بهاد الشبيكه. ومن بعد كنرميها مباشره وكنحاول نزيد نطلقها شويه هكذا وكنعمرها يعني حتى هذه الطريقه، وغتسهل عليكم شويه، تسهل عليكم الخدمه بالنسبه لي يعني اول مره غيديرها. صافي ونعمرها ونسد لها الجنيبات. هكذا غتجيكم شويه سهله كما كتشوفوا. ها نتوما وبقاو تجمعوا الجوانب، هزوهم عندكم هكذايا بحال اللي كتلولبوهم. ها نتوما كاملين راه ساهله البنات، غير مره ديروها صافي غتطلقوا يديكم عليها. كنحاول هادو نجمعهم هكذا نلولبهم، وحيت نلولبهم مزيان نقرصهم باش ما يعاودوش يتحلوا ليا، وكنضغط عليها هكذا شويه وكنقضي الا بانت لي شي خويه ولا شي حاجه باش ما تحليش فاش كنحطها في القزيديره. ها نتوما كتصاوبوا، نتوما كتسدوا الا بانت لكم شي حاجه، وبحال اللي كتقرصوها هكذا كتضمنوا بان كلشي تسد وخضات داك الشكل نتاع هاد المصفات. صافي انا راه فيا الوسواس، خصني كلشي يجي هكذاك. صافي وكنقلبها في يديا. ها نتوما كتاخذ كتكون خضات داك الشكل نتاع المصفات الجميل.
دابا عاد غنكمل انا هادشي ونلتقيو فيما بعد. ومن بعد خمروا لي الفطائر ديالي، خلطت اصفر بيضه مع شويه د الخل وغندهن الوجه ديالهم باش يجيو محمرين، والفرن راه كيسخن باش ندخلهم يطيبوا. نلتقي من بعد للتقديم ان شاء الله. والفطيرات ديالي من بعد ما خرجوا من الفران كيجيو على هذا الشكل، شوفوا رائعين ومحمرين وفيهم واحد الريحه نتاع ديك الحشوه باش عمرنا غزاله بزاف. يعني ساهلين كما شفتوا، ما كيتطلبوا لا وقت لا حتى شي حاجه بزاف. تعجنوهم تخليو ديك العجينه تخمر، من بعد تحضروا في ديك الوقيته اللي كيخمر الفطيره اللي تكون كتخمر الحشوه توجدوها صافي، تحطوها شويه تبرد وتصاوبوها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الفطيره وتجربوها وتردوا عليا الخبر في التعليق ديالكم. والان جات الوقيته باش نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو لاحق ان شاء الله. نقول لكم اللهم ارفع عنا الوباء ان شاء الله، لننعم بصحه جيده وراحه البال. وخليتكم على خير، في امان الله. السلام عليكم.